شهر رمضان شهر فعل الخير والطاعات والعبادات. بس اللي حتشوفوه في الفيديو اليوم شاب مصري تحرش سائحة أجنبية وسوى فعله لا بتتسوى حتى بعد رمضان أو قبل رمضان، والسائحة مصدومة منه. شوفوا معاي. Hat er die... Der Kleine? What the fuck? You are Schlingel. You are a Schlingel. Shukran. Digga, der hat mich einfach auf den Arsch gepackt, Digga. Was ist das denn? انت لاحظت حاجة في الفيديو؟ شخص في ايده اليمين سبح فيها الله، في ايده الشمال سوى معاصي وبتحرش في السائحة. حتى السائحة مصدومة بتقول له انت تعبان، وبعد ما راحت تقول له انت شكرا. كتبوا له في التعليقات ليش تحكي له شكرا وهو سوى زي قال مش عارف ايش ارد. كاتبين في التعليقات يعني على الفيديو انه ما حاجيش يزور مصر يعني راح يخرب السياحة، وعلى خبر انه تم القبض على المتحرش بس. الشباب اللي احنا شفناه ده لسائحة ألمانية موجودة في مصر حاليا في الوقت الحالي، وكاتبة على الفيديو من فوق لما تكون في مصر. الشاب ده تقريبا قال لها تعالي ما اتصور معاكي، او هي اللي قالت له تعالى ما اتصور معاكي، فهي بتتصور معاه قام حاطط ايده عليها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، حاطه ايده عليها في مكان ما ينفعش ان حد بني ادم يحط ايده على التاني او على شخص تاني زي ما انتوا شفتوا في الفيديو كده. فهي اتفزعت طبعا واستغربت، قالت ايه ده، وفي اخر الفيديو بتقول له ده انت تعبان، مش عاجبها الوضع. وفي الاخر الفيديو برضو قالت له شكرا. فهي في الكومنتات بقى نفسها وهي كاتبه الكومنتات واحد بيقول لها انت بتشكريه، قالت له انا ما بقتش عارفه اعمل ايه او اقول ايه. يعني ليه بقى نتصدر احنا الصوره ديت، وليه الشباب المصري، وليه نطلع احنا بالصوره ديت؟ ما واحده زميلتي النهارده في الشغل جايه توريني الفيديو على الانستجرام، انا ما كنت شفت الفيديو اصلا، هي اللي جايه توريني على الفيديو على الانستجرام وتقول لي هو ده بيحصل عندكم في مصر؟ هو طبيعي ان حد يبقى بيتصور جنب حد مثلا راجل واحده، وطبيعي ان هو يحط ايده لا مؤاخذه على، يعني ده طبيعي عندكم في مصر؟ فليه كده يا شباب؟ ليه تخلوا منظرنا بالصوره ديت؟ وليه الوضع يبقى كده؟ شوف كام واحده في المانيا، او شوف كام واحد في اوروبا، او كام واحده في اوروبا كانت ناويه ان هي ومخططه ان هي تيجي مصر الفتره الجايه مثلا وتنشط السياحه وتعمل السياحه بتاعتها في مصر السنه دي، مش جايه بسبب الموقف ده. ليه احنا نتحط في زون زي دي؟ انعدام الاخلاق بالمنظر ده، انعدام الاخلاق وانعدام الدين. لو دخلت على الكومنتات وضع سيء جدا في الكومنتات، الاسلام بيتشتم والدين بيتشتم والمصريين بيتشتموا، ويقول لك ادي المصريين وادي الاسلام وادي الدنيا. ليه الشباب ما بيعرفش يحافظ على القيم والمبادئ بتاعه المجتمع؟ ليه ما بتعرفش تحافظ وتمسك على دينك وتمسك نفسك؟ ليه كده بجد؟ ليه كده؟ ما توصلش بيك الدرجه ان انت تروح تتحرش بواحده وتحط ايدك كده بالمنظر ده، ده هي جايه بتتصور معاك او انت اللي بتتصور معاها ايا يكن، يبقى هو ده مثلا الرد الفعل بتاعك او الفعل بتاعك على ليه؟ انا بناشد وزاره الداخليه دلوقتي ان هي تشوف الفيديو ده وصاحب الفيديو ده وتاخد معاه الاجراء السليم. احنا عمالين نعافر بقالنا فتره كبيره عشان السياحه ترجع لمصر والدنيا ترجع لمصر، تيجي انت بفيديو ولقطه صوره من ديت تعمل اللي انت عملته ده؟ شوف كام واحده كانت مقرره ان هي تيجي مصر مش جايه بسبب موقف زي ده. ليه كده؟ قبل ما تعمل حاجه زي ديت حافظ على نفسك وحافظ على بلدك وحافظ على شكل بلدك وحافظ على شكل ولاد بلدك اللي متغربين بره. لما واحده زي النهارده تيجي تقول لي في الشغل هو ده بيحصل عندكم في مصر، هو ده طبيعي ان واحده تتصور ويقوم واحد حاطط ايده عليها بالمنظر ده؟ انا بناشد وزاره الداخليه تاني انها تتخذ الاجراء السليم والاجراء الصح مع الشخص ده. ده لا بيمثلنا ولا بيمثل مصر ولا بيمثل الاسلام ولا بيمثل اي دين في الدنيا. اتقوا الله يا شباب، مش كده؟ اتقوا الله. في الأخير الله بيمثل حاله وبيمثلش مصر. السلام عليكم.